حاجه تدمر طفولتك الجزء 66. هو انا اصدمك لما اقول لك ان موانا هي نفسها بنت ماوي؟ وخليني اثبت لك في واحده من القصص الاسطوريه الموجوده في الثقافه بتاعت ساموا وبولينزيا اللي بتتكلم عن بنت اسمها سينا، وده نفس اسم ام موانا اللي كانت اسمها سينا برضه. وفي الاسطوره اللي اتكلمت عنها بتقول ان هي كانت في يوم من الايام قاعده في النهر وطلع لها تعبان ميه، والتعبان دوت اغرم بيها وحبها. في البدايه كان الموضوع لطيف، لكن بعد كده لقيت ان هو بيطاردها في كل حته، فكلمت جوزها ان هو لازم يتعامل معاه ويخلص منه. وفعلا جوزها مسكه وقتله ودفنه في الارض، ومن بعدها طلعت اشجار كتيره فيها جوز هند، واللي قامت بعد كده الحضاره كلها عليه. وده نفس اللي احنا شفناه في الفيلم. لكن انا عايزك تستنى لحظه، القصه دي مش مألوفه بالنسبه لك، وده لان احنا برضه شفناه لما كان بيورينا الاوشام بتاعته. حكى واحده من القصص اللي بيتكلم فيها عن هو جاب تعبان ميه وحطه في الارض، وبعدها طلعت برضه شجره فيها جوز هند. وده معناه ان زوج سينا اللي قتل التعبان هو نفسه ماوي. كمان في الجزء الثاني احنا شفنا ان موانا هي نص اله، استغفر الله العظيم، يعني زيها زي ماوي، وعندها تقريبا نفس القوه بتاعته. وده بيؤكد لك ان هي تبقى بنته، وان اللي حصل طول القصه كان مجرد ان القدر بيحاول يجمعهم ببعض.